يطلع، لأنه الثقافة في مرحلة الأولى كانت مرتبطة بعقيدة الإنسان، ودي بنلاقيها في الاستعمال في الكلت، الأجريكلت اللي ادتنا الزراعة، وكأنه اللفظة في أساسها التعبير الأوروبي والذي سينتشر في سائر اللغات الأوروبية يربط ربط حميم بين العبادة وبين المعرفة، لأن المعرفة الأولى كانت تعيد إلى أنه كل شيء من صنع الخالق، وبالتالي فالرد فعل عفوا الخالق، حتى رؤية الخالق رؤية كانت تحتاج إلى شيء من الوضوح. كثير من المعبودات تتكرر، ومعبودات نسائية ومعبودات ذكورية، وتتحول بالتدريج إلى التدريج إلى وحدانية بعد مسار شديد الطول والتعقيد. واللفظة بالمعنى العقائدي تروح تختفي تتوارى، والذي يبقى منها agriculture بمعنى الزراعة. طيب، والثقافة بتاعتنا احنا العربية لها تركيبة غريبة جدا، وأنا أكره الدخول في التفصيلات الإسلامية لأنها باردة وأكاديمية وضيقة الرؤية حبتين، لكن من الممكن يكون الإنسان يبسطها ويخلي الإطار أحمدي بأنه يوسع من مفهومها، ونلاقي أن اللغة العربية لغة جميلة جدا. ثقافة من التثقيف اللي هو مثلا العود اللي الإنسان يمسكه بيصبحه، طبعا مش بسكينة مش بكسر مش بغيره، وإنما كان زمان بقطعة حجر ملساء يسويه. فهذه التسوية هي التثقيف، وكأنه لغتنا أكثر رهافة، إنه التثقيف أي جعل الشيء أكثر قدرة، أكثر حدة، أكثر نفعا. وهتقولي لي طيب فايدة إيه العود الذي ثقفناه؟ يعني إحنا بمنطق العصر الحديث ليس له فائدة كبرى، لكن تعالوا نرجع إلى